ما الشعب الفلسطيني عنده الحق في تقرير مصيره، ما لم بالقوة يقرر مصيره، ما في حد يطبق له يقرر له مصيره. وهذا العالم اللي يخدعكم ويقول لكم عالم متمدين، هذا عالم همجي بربري متخلف من حق، هو الذي سبب الكوارث البشرية، هو الذي قاد الحرب العالمية الأولى والثانية والصليبية والبونيقية، ولا زال يقود حروب جديدة لتدمير البشرية. من الذي قتل عشرات الملايين من البشر في الحروب الماضية؟ هذا العالم الذي يدعي التمدن، هذا عالم متخلف، وتسيطر عليه ليست الشعوب، تسيطر عليه دائما القوى الابتزازية الاستغلالية العنصرية الحاقدة. الشعوب الأوروبية لا تريد أن تقاتل في فلسطين ولا في ليبيا ولا الشعب الفرنسي يريد أن يقاتل الجزائر أو تونس، ولكن الدوائر التي تتحكم باستمرار في هذه الشعوب وفق النظرية الحكومية، نظرية العسف والاستغلال، هذه الدوائر حاقدة جدا وتقود حرب حاقدة ضدكم، ولن يتوانوا في تدميركم إذا وجدوا فيكم ضعفا، إذا وجدوا فيكم ثغرة، لا يراع فيكم إلا ولا ذمة، ولن ترضى عنكم اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مش ممكن يرضوا عنكم. امشوا استسلموا، امشوا اعترفوا بإسرائيل، قولوا لهم احنا ناقليكم على عيوننا على رؤوسنا. ما ينفعش، لن ترضى عنكم اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هم مستمرين في التحكم فينا ومستمرين في محاولة السيطرة على مقدراتنا وتسخيرها لصالحهم. هم استسلمت كثر خيرك، قاومت، هذا هو الشيء اللي يمنع فقط، المقاومة. ما تسمعوش أي كلام آخر، المقاومة فقط. حتى التعاون بيننا وبينهم والاحترام المتبادل بيننا وبينهم لا يقام إلا على أساس القوة. إذا كانت هذه الأمة قوية وتلحق بهم الضرر وقادرة أن ترد الصاعصاعين ويدها طويلة، عندئذ يجلسوا معنا على مائدة المفاوضات ويجعل الحدود لمطامحها التوسعية. عندئذ يقام التعاون بيننا وبينهم والاحترام المتبادل. أما تعاون بين قوي وضعيف، احترام بين قوي وضعيف، بين محتاج وغني، لا يمكن أن يكون. هذه ليست قاعدة أبدا لا نعتمد عليها. كيف يقوم تعاون بيننا وبين أوروبا إذا كنا نحن ضعفاء وهم أقوياء؟ هم يريدون لبلادنا العربية أن تبقى سوق استهلاكي يستهلك ويستوعب ما ينتجون هم من نفايات، ويريدوا لنا ألا نكون قوة صناعية حتى لا نصنع الغاز والنفط والزيت والفوسفات لكي يأخذوه هم لمصانعهم ويصنعوه ويبيعوه لنا. هم يبغونا احنا سوق استهلاكي ومنطقة مناورات، ولما تقوم حروب دولية يبغوا هم يرعوا يدهم على هذه المنطقة لكي يسيطروا على مضيق جبل طارق وعلى خليج سرت وعلى باب المندب وعلى قناة السويس وعلى مضيق هرمز. يحاربوا فينا في نهر الأردن، في نهر اليرموك، وفي نهر العاص، وفي نهر الليطاني. الآن هذه الأنهار اللي علمكم تحتلها القوات الإسرائيلية كلها، حتى لا يستطيع العرب أن يستفيدوا من هذه الأنهار. ثم يأتي الدور على دجلة والفرات سيتم احتلالها. هذه أمة في خطر. نعم، نفرح ونحتفل ونغني ونرقص، ولكن مقاومة. بلا مقاومة لا مستقبل لنا. يجب يجدوا فيكم غلظة ويجدوا فيكم قوة، وهذا لا يتأتى بأن احنا نغني باستقلال ليبيا واستقلال تونس واستقلال الجزائر وغيرها. هذا يتأتى بالوحدة فورا، بحشد البشر الكتف على الكتف، والإمكانيات والمياه والحبوب ومية المطر والمياه الجوفية والبحر والشمس وكل الإمكانيات يجب أن نرصها ونحشدها ليل نهار قبل أن يأتي الاستعمار مرة أخرى. أي توجه غير هذا مهلكة، تضييع للوقت وخداع. أي توجه غير التوجه الوحدوي الجاد والفوري بدون تردد وبدون خوف هي خيانة لمستقبل الأمة العربية وخيانة للأجيال القادمة. الإسرائيليين الآن يصنعون صواريخ مداها 4000 ميل لكي تصل تونس وتصل الجزائر. الإسرائيليين لا يقاتلون ضد الفلسطينيين فقط، يقاتلون ضد الأمة العربية. هذا قتال وجود وليس قتال حدود. وهم ينتظرون اليوم الذي يحل فيه المشكل الفلسطيني لكي يتفرغوا للهجوم على بقية الشعوب العربية. الخندق الفلسطيني يقاوم نيابة عنكم، يجب دعمه وحشد كل الامكانيات وراء الخندق الفلسطيني، لان الخندق الفلسطيني هو الخط الامامي للدفاع عن الامه العربيه. اذا سقط هذا الخط ستتقدم القوات الاسرائيليه الى البلاد العربيه من محيط الخليج. يريدون اقامه امبراطوريه اسرائيليه فوق الارض العربيه.
لا تسمعوا حكاية الكلام. مسيرة السلام خداع، تسجيل على الجماهير. أي مسيرة سلام؟ مسيرة دمار ومذابح في لبنان، في سوريا، في فلسطين، في تونس، في ليبيا. مسيرة السلام هي اللي تمكن الطائرات الإسرائيلية من الهجوم على مدينة تونس، الفلسطينيين في تونس. الآن يدفن الفلسطينيون الأحياء وهم أحياء في فلسطين اليوم. هذه هي مسيرة السلام. هذه فرضها الانحطاط وخور ضعف العزيمة العربية. لما كانت الأمة العربية قوية والقومية العربية صيحتها قوية وراية القومية العربية رفعها جمال عبد الناصر قوية، هالجماهير التي رأيتها في ليبيا، في تونس، في الجزائر، هالشباب، هالجيل الجديد، هذا هو امتداد لجيل الغضب في فلسطين. هذا الجيل، جيل الغضب، لا يقر هذه الترهات اطلاقا ويرفض هذه السياسات جملة وتفصيلا. جيل الغضب الآن يريد تدمير الحدود وإقامة الوحدة وإقامة القوة ومواجهة التحدي وتحرير فلسطين وبناء الاشتراكية وتوزيع ثروة الوطن العربي على أفراد الشعب العربي. هناك غني وفقير، حاكم ومحكوم، مسلح وأعزل. من أين هذا الغني؟ من أين جاء الغنى؟ من ثروة بقية المواطنين الفقراء. إذا هناك غني معناها في فقير. إذا وجدت في أي بلد فقير معنى هذا أنه هناك واحد غني. الغني لا يكون غني إلا من ثروة الفقير. لا بد أن يسود العدل الاجتماعي ويتم توزيع الثروة على كل سكان الوطن العربي. وبترول العرب للعرب. تونس ما عندها بترول، ليبيا عندها بترول. غلط. البترول اللي في ليبيا ملك للتونسي وملك للليبي وملك للسوداني وملك لليمني. هذه أيها الأخوة، هذه الصورة التي نعيشها اليوم، هذه الحالة التي نعيشها اليوم. علينا نفكر في الغد حتى لا تتكرر هذه المسائل. يجب أن لا تتكرر مأساة ساقط سيدي يوسف. يجب أن لا تتكرر عذابات الشعب الجزائري مرة أخرى. الشعب الجزائري اللي يدك البير شرد. ويجب ألا نكون مثل الشعب الفلسطيني مرة أخرى. اليوم ليس هناك حماية للوحدة العربية. ما تسمعوش أي كلام. يا وحدة يا تصبحوا زي الهنود الحمر. تسمعوا بالهنود الحمر، تسمعوا بالغجر اللي مشتتين في جميع أنحاء الأرض. العرب يراد تشتيتكم. هذا يتحدى أمة تتحدى فيكم. يجب أنكم تتحدوا هذه الأمة. لماذا؟ هل أنتم جبناء؟ ما عندكمش إمكانيات؟ ما عندكمش حق أن تعيشوا تحت الشمس وفوق الأرض بجدارة؟ أمة أمريكية تتحدى فيكم، يجب أن تتحداها، مش تطاطوا الرأس أمامها. أمة أوروبية تتحداكم، يجب أن تتحداها، ولو نقدم ملايين أخرى في سبيل هذا التحدي. لو يبقى مليون عربي حر يكفي. نعم، وإلى الأمام والكفاح مستمر.